فكر كده في حياتك وشوف انت في حاجة مدمن عليها. ايوه مدمن. والادمان مش بس اللي احنا عارفينه. الادمان ده علشان تبقى فاهم هو عبارة عن ايه، هو الحاجة اللي انت تلاقي نفسك بتعملها بشكل تلقائي ومتكرر جدا، وكل ما تحاول ان انت تبعد نفسك عنها تلاقي نفسك ان انت بترجع لها واحدة في واحدة، كأن في حاجة بتشدك ليها وانت مش عارف الحاجة دي ايه. على فكرة الادمان مش بس الادمان الطبيعي اللي احنا عارفينه زي التدخين وغيره. الادمان ده ممكن يكون عادة سيئة في حياتك، او ادمان تصرفات سلبية جدا في حياتك بتخليك تقع في مشاكل، او بتخلي الناس عموما مش حابة ان هي تتعامل معاك، او مش مرتاحة في وجودك، او انت شخصيا مش مرتاح في وجودك. وعلى فكرة الادمان مش شرط يكون واضح وظاهر زي اي حاجة تانية، بالعكس اوقات كتير جدا مخنا بيلعب علينا لعبة اللي هو لا انا مش مدمن على الحاجة دي، او لا انا التصرف الفلاني هو اللي خلاني اعمل الحاجة دي، علشان تبرر لنفسك انت ليه بتعمل الحاجة دي بشكل متكرر وشكل تلقائي، وما تواجهش نفسك وتقول ان انت مدمن عليها. قبل ما اقولك انت محتاج تعمل ايه عشان تواجه الادمان ده، خلينا متفقين ان في ادمان بيحتاج متخصص، وده طبعا محتاج ان انت تروح لشخص يكون فاهم حالتك عاملة ازاي ويمشي معاك خطوة بخطوة علشان تخرج منه بسلام. لكن لو الحالة مش محتاجة متخصص، تعالى اقولك تعمل ايه. اول حاجة واهم حاجة لازم تكون عارفها وهي طريقة مخك بيفكر ازاي. اول ما انت بتقرر ان انت عايز تبعد عن التصرف ده او نوع الادمان ده، هو بيخوفك وبيقلقك وبيفهمك ان انت مش هتقدر تعمل حاجة زي دي خالص، وبيبدأ يخليك تفكر في التوابع ان انت لو بطلت الحاجة دي انت مش هتكون مبسوط، او انت كده كده اصلا مش هتعرف، وان انت هتتعب اكتر. ويبدأ يحشر في دماغك افكار علشان تقول لا انا مش هبطل الحاجة دي دلوقتي، لا انا هبطلها بعدين. ويخليك تبقى مقلق على طول ان انت تبعد عن الحاجة دي. ده كمان بقى بيلعب لعبة رهيبة، وهي ان يخليك تقنع نفسك ان انت الحاجة دي تقدر تبعد عنها في اي وقت وبأي طريقة، بس انت اللي مش عايز دلوقتي. كأنك بتقنع نفسك ان انت اللي متحكم فيها مش هي اللي متحكمة فيك. وطبعا ده علشان انت ترتاح نفسيا وتقول ايه، لا انا هعمل الحاجة دي دلوقتي، ومش مهم في اي وقت هحب ان انا اوقفها انا هقدر اوقفها. وطبعا ما بتوقفهاش لان هي سايكل وعمالة تعيد نفسها. على قد ما مخنا بيكون صاحب لينا، على قد ما اوقات كتير بيكون اكبر عدو لينا. فخليك فاهم كويس هو بيفكر ازاي، وخليك واعي انت المفروض تعمل ايه اول ما تبدأ تاخد خطوة ان انت عايز تبعد عن تصرف معين او عن ادمان معين. تاني حاجة وهي تبان بسيطة بس هي محتاجة مجهود كبير، وهي ان انت اول ما تبدأ تبطل عادة معينة او ادمان معين، زي مثلا انت شخص متعود ان هو يشرب سجاير وعايز يقلل او يبطل شرب السجاير. اول ما يجي في دماغك لا انا محتاج دلوقتي، انا مش قادر، انا هقوم اشرب سيجارة، لا قول انا كل ما يجي في دماغي ان انا هشرب سيجارة، انا هقوم اشرب كوباية عصير. او انا مثلا مش هشرب حاجة، بس انا اول ما يجي في دماغي ان انا عايز اشرب سيجارة، انا هقوم اتحرك اعمل شوية رياضة. او في حاجة بقى مختلفة تماما، وهي ان انت كل ما يجي في دماغك الادمان اللي انت بتفكر فيه ده، تقول انا الوقت اللي هيجيلي التفكير المعين في الادمان ده، انا هحط مثلا مبلغ 5 جنيه في محفظة عندي او في حصالة عندي، ودي اول منزل هديها لاي حد في الشارع محتاج، بمعنى صدقة. وصدقني الموضوع ده هيفرق في حياتك وفي العادة دي بطريقة مختلفة تماما، بعيدا عن ثواب الصدقة الكبير اللي انت هتاخده. بس ان انت بدلت عادة وحشة بعادة كويسة، انت ما تعرفش مكانتك عند ربنا ازاي، وما تعرفش اصلا هو هيخلي عدم وجود العادة دي في حياتك هيغير لك بيها حياتك للأحسن ازاي. او حتى مش شرط ان انت تتصدق، انت ممكن تحط في دماغك ان انا كل ما يجي في دماغي العادة دي انا هسبح، او انا هذكر ربنا، او انا هعمل اي حاجة تخليني اتلهي عن التصرف ده، بس الحاجة دي طبعا تكون كويسة مش تكون عادة تانية اوحش منها. وبجد انت هتلاقي ان ده اشتغل زي السحر في حياتك، بس محتاجة صبر وصبر كبير كمان، بس هتاخد نتيجة كويسة قوي في الاخر. وصدقني ربنا ساعتها هيبعد عنك العادة دي مهما انت كنت متخيل ان انت مش هتقدر تبعد عنها ابدا. وبلاش تقعد تقول لنفسك انا مستحيل هعرف ابطل العادة دي، لا دي بقالها سنين في حياتي، او ده تصرف معين انا غصب عني بيطلع مني، او ده عيب معين في شخصيتي، او ده طبع معين انا مش هعرف اغيره. ايا كان الادمان على فكرة ما بيكونش في صورة واحدة، بيكون في صور كتير جدا في حياتنا، احنا لما نبقاش عارفين ان ده ادمان. ادمان رد فعل معين
انت بتعمله كل ما يحصل قدامك موقف معين او مشكلة معينة، ادمان عادة معينة انت بتعملها انت مش واخد بالك ان هي اصلا بتأذيك، بس انت لما بتركز ان هي بتأذيك بتحاول تلهي نفسك عنها. هتلاقي ان في ادمانات كتيرة قوي انت بتعملها ومش عارف ان هي ادمان، وهي سبب ان انت مش مرتاح في حياتك، مش مبسوط، ومش عارف انت ليه مش مرتاح ومش مبسوط. فركز في الحاجات حتى الصغيرة اللي انت بتعملها، وشوف هي دي بتسبب لك راحة فعلا حقيقية، ولا مجرد راحة وقتية، ولا بتسبب لك هروب بس من موقف معين، لكن هي في الحياة فعلا الحقيقية مش مساعداك ان انت تتخطى اي حاجة بشكل سليم. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.